السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بسمع واحد نايم في أحضان الغرب على حساب خيانته لمصر بتحدث عن إتاحة انتشار شيء لا أخلاقي بين الشباب، ومن المفروض أن يصرح بهذا الشيء داخل مصر ولا يمنعه القانون. وأنا كأم ومواطنة مصرية علمني ديني أن الله لا إله إلا هو فاتبعوه ولا تتبعوا الطاغوت، ومن يتبع الطاغوت فأنه أشرك بالله، وأن هؤلاء يتبعون الطاغوت بأوامر غربية. وطالب بلدي بإصدار قانون يتم من خلاله الكشف على كل الشباب في المرحلة الثانوية العامة خاصة، لأن هذه الفئة العمرية هي المستهدفة من الغرب، وكل من يتضح بأنه يفعل هذا الشيء يتم له عملية جراحية حتى لا تشيع الفاحشة بين الشباب، وكل شاب يثبت عليه ذلك الشيء يدل من في يده سلطة القانون على من يدير هذه الأجندة داخل مصر، ويتم إعدام من هو مسؤول عن نشر الفاحشة داخل ميدان عام أمام كل العالم الغربي والعربي. ولو حد من حضراتكم سوف يسألني سؤال ويقول لي عدد المسلمين سوف يقل بذلك، هرد على حضراتكم وأقول: هو حضراتكم عايزين زيادة في عدد المسلمين حتى لو كانوا فاسدين، أم زيادة في عدد المؤمنين الصالحين؟ وهل الشاب الذي يفعل ذلك ينتمي إلى الإسلام أم إنه من عبدة الطاغوت؟ كفانا استهتار بديننا حتى لا ينشأ الفجار بيننا ليهدموا الإسلام والمسلمين، وتحول بلادنا على مرور الزمان القريب وليس بالبعيد إلى بلاد الفجر والفاحشة. كل من ينفذ الخطة الغربية في مصر لضرب الإسلام وإضمحلاله ثم اختفائه يجب أن يعدم في ميدان عام حتى نكون حقا مسلمين ونستحق نعمة الإسلام، ولا يعاقبنا الله عقاب لا نقوى على تحمله في الدنيا والآخرة لتفرضنا في الإسلام وقلة جيوش المسلمين. حفظ الله الأمة المصرية والعربية والإسلامية.